السلام عليكم. هرنان كورتيس اتولد في ميديجين التابعة لإقليم إكستريمادورا الإسباني. وصل لجزيرة إسبانيولا اللي هي النهاردة دول هايتي وجمهورية الدومينيكان وهو عنده 19 سنة تقريبا. بعدها ب7 سنين انضم لحملة قادها دييغو فلاسكيز لغزو كوبا، وبعدها بقى زي عمدة كده على مدينة صغيرة هناك لحد لما جات له الفرصة بحملة على المكسيك، وده كان بتكليف من فلاسكيز نفسه واللي كان غير رأيه في آخر لحظة وكان عاوز يكنسل الحملة علشان مشاكل بينه وبين كورتيس، بس كورتيس نفض له وطلع بحوالي 600 جندي و16 حصان وشويه مدافع عشان يشوف الدنيا اخبارها ايه على شواطئ المكسيك. في الاول لما وصل قعد يتدحلب على السكان الاصليين وبدا يجمع معلومات ويضم القبائل اللي كانوا ضد الاستك لحد لما وصل للعاصمه تينوشتيتلان. هناك قابل الامبراطور موكتيسوما الثاني، وفي الاول خده على الهادي كده لحد لما قدر يسيطر عليه. بيقول لك ان موكتيسوما كان بيعتقد ان كورتيس اله قديم من الاستك، بس ده طبعا ممكن يكون بس مجرد تفسير لتصرفات موكتيسوما واللي مش مفهومه في الفتره دي. المهم الدنيا بتكمل حلوه قوي مع كورتيس، بس ده لحد يونيو سنه 1520 لما بيدرو دي الفارادو بيهجم على السكان الاصليين خلال احتفال ديني وبيقلبها مجزره، بيقتل كتير منهم، بس ده قبل ما جنود الاستك يبداوا هم كمان يقتلوا في الاسبان ويأسروا منهم اللي يقدروا عليه، والباقي كله هرب من المدينه في ليله اتسمت بلا نوتشي تريستي او الليله الحزينه. بعد الخسارة كورتيس والجنود رجعوا يتجمعوا تاني في مدينة تلاكسكالا، وهناك بدأوا ان هم يعملوا تحالفات جديدة مع القبائل المحلية علشان يستعدوا للهجوم الكبير. ما بين مايو وأغسطس سنة 1521 كورتيس والجنود اللي كانوا باقيين معاه من الإسبان وحلفائهم من التلاكسكالتيكاس توتونيكاس والأوتومي وغيرهم من الشعوب الأصلية عملوا حصار على تينوشتيتلان. الاستراتيجية كانت ان هم يقطعوا عنهم الامدادات من اكل ومية ويبنوا قوارب يقدروا يهاجموهم بيها من بحيرة قريبة من هناك اسمها بحيرة تكسكوكو، وبعد حصار طويل في الاخر قدروا يقتحموا المدينة. الحصار ده كان ليه تأثير مدمر على سكان المكسيك، الجوع والأمراض، ده غير ان اتقتل منهم الكتير. وفي أغسطس سنة 1521 تينوشتيتلان بتقع في ايد الاسبان وحلفائهم من السكان الاصليين في الوقت ده، واخر تلاتواني واللي كان اسمه كواوتيموك اتقبض عليه. اهلا بيكم في استوريتو، اسمي اسلام، والنهارده هنحكي ازاي اسبانيا بنت المكسيك اللي نعرفها النهارده على دم السكان الاصليين وانقاض حضاراتهم، وازاي احفادهم اللي جم من بعدهم فرطوا في اكتر من نص الاراضي المكسيكيه، وايه علاقه نابليون الثالث بالمكسيك وازاي كان سبب في ان ارشيدوك نمساوي يبقى هو الامبراطور المكسيكي. يلا بينا نبدا. في سنة 1522 الملك كارلوس الأول ملك إسبانيا لما لقى إن كورتيس هو اللي مسيطر قالك لما انكفوا على الدم والمذابح اللي حصلت للسكان الأصليين وقام عينه حاكم للمستعمرة الجديدة. كورتيس بدأ ينظم إدارة المستعمرة وعمل حاجة اسمها الكابيلدوس، يعني نظام مجالس محلية للحكم المحلي. كل منطقة في كام واحد إسباني مسيطرين عليها ويقدروا طبعا بسلطتهم إن هم يفتروا على السكان الموجودين في المنطقة دي عن طريق نظام اسمه الانكوميندس، وده كان بيدي للإسبان الحق في استغلال شغل السكان الأصليين مقابل الايه حمايتهم وتبشيرهم بالمسيحية. وهقول لك ليه الايه. طبعا مدينة تينوشتيتلان كانت اتدشملت بسبب الحصار، فقرر كورتيس إن هو يبني مدينة جديدة على أنقاض المدينة القديمة وسمى المدينة الجديدة مدينة المكسيك. مدينة اتصممت زي المدن الأوروبية اللي هو نظام فيها ميدان كبير في النص وشوارع متقسمة على شكل شبكة وبقى مباني حكومية ودينية والكلام ده. وفي المكان اللي فيه المعبد الكبير بتاع الأستيك بتاع المكسيكان الإسبان بيبنوا الكاتدرائية المتروبوليتان. وخلاص كده الأرض اتاخدت من أصحابها، والإسبان وأحفادهم اللي هيجوا من بعدهم بعد كده هيبقوا هم بس اللي بيتحكموا في الأرض دي وفي خيرها. أكبر التغيرات اللي حصلت في الفترة دي كان دخول المسيحية. جه رجالة الكنيسة الكاثوليك عملوا أديرة وكنايس ومدارس كانوا بيعلموا فيها السكان الأصليين عن الدين المسيحي والعادات الأوروبية. كتير من السكان الأصليين بدأوا إن هم يتحولوا للمسيحية، بس كانوا بيخلطوها مع عاداتهم وتقاليدهم القديمة. وهنا في نقطة مهمة، السكان الأصليين الموجودين النهاردة لما بيجوا يتكلموا عن النقطة دي بيقول لك يا باشا احنا أجدادنا الأصليين ما كانش ليهم أي دين قبل دخول المسيحية، هم كانوا بيعبدوا الأرض، بيصدقوا في قوة الطبيعة وقوة الحيوانات. بس هو ده كله الجزء الحلو. المجتمع في المكسيك كان زي حال كل الأراضي والبلاد اللي بيدخلها المحتلين الإسبان. فوق كانوا الإسبان المولودين في إسبانيا واللي كانوا بيتسموا البنسولاريوس، وبعدهم الإسبان المولودين في أمريكا واللي كان اسمهم الكريوجوس، وبعد كده يجي الجيل المخلط بين السكان الأصليين والإسبان واللي كان اسمهم ميستيسوس، وفي آخر الهرم كان الأفارقة واللي كان بيتم استعبادهم علشان يجوا يشتغلوا في الزراعة والمناجم وغيره. طبعا كل واحد وطبقته، ما ينفعش الكريوجو يحكم زي ما البنسولاري بيحكم،
ونفس الفكرة بالنسبة للمكسيكي والأفريقي مثلا، كل واحد وطبقته يا باشا. وكمان الثقافة نفسها اتغيرت مع دخول عادات ولغات وأنواع فنية أوروبية جنب تقاليد السكان الأصليين، واللي للأسف عددهم قل جدا بسبب الأمراض اللي جابها الأوروبيين زي الجدري والحصبة والإنفلونزا، واللي كانت كلها طبعا جديدة على السكان الأصليين، ما كانش عندهم مناعة ضدها، وتسببت في أوبئة مدمرة. بيقول لك إن عدد السكان الأصليين قل بنسبة 90% في القرن الأول بعد الغزو. من حوالي 25 مليون شخص في المكسيك كانوا عايشين قبل الغزو، اتبقى بس أقل من 2 مليون بعد أقل من 100 سنة. الانكومينداس كان نظام بيقول إن الإسباني اللي مترخص ومعاه رخصة ليه الحق بإن هو ياخد مجموعة من السكان الأصليين، المفروض في الورق إن هو بيحميهم ويعلمهم عن الدين المسيحي. بس طبعا الحقيقة كانوا بيستعبدوهم ويشغلوهم لساعات طويلة جدا في تعدين الذهب والفضة والزراعة وبدون أي حقوق، واللي كان بيرفض ان هو يشتغل كان بيتعذب او يتقتل. ده غير ان السكان الاصليين كان مفروض عليهم ضرائب من الاسبان تدفعها، يعني هتدفعها، تدفع بقى فلوس حاجه عندك جمعتها من الارض. السكان الاصليين ما كانوش بيبقوا لاقيين ياكلوا، وكانوا بيلاقوا نفسهم برضو مضطرين ان هم يدفعوا للمحتلين الاسبان. تعدين الفضه بقى مصدر اقتصادي مهم في المستعمره الجديده، والمدن التعدينيه زي ساكاتيكاس اتطورت بسرعه جدا. النظام الاستعماري كان بيعتمد طبعا على استغلال الموارد البشريه والطبيعيه الى اقصى حد. السكان الاصليين والافارقه يشتغلوا وعبي يابا اشحن كله على اسبانيا، وبداوا يفرضوا الثقافه والدين واللغه الاسبانيه. بعد كده طبعا بدا يبقى في شويه تخطيط عمراني، اتبنت مدارس وكنايس اكتر ومستشفيات، وكمان الاسبان عملوا نظام تعليمي جديد، بس ده طبعا كان للنخبه من الكريول. حركه الاستقلال المكسيكيه بدات في اول القرن 19 مع أفكار الثورات والتنوير اللي ظهرت في فرنسا وبدأت توصل للأمريكتين. كلام بقى عن الحرية والمساواة والحكم الذاتي، كل ده بدأ يشعل في دماغ الكريوجوس. اشمعنى يعني البنسولاري بس هو اللي يحكم وانا ماليش نفس ولا ايه؟ في 16 سبتمبر سنة 1810 اللي هو يوم الاستقلال المكسيكي النهارده، كان في قس اسمه ميجيل إيدالجو، هو معاه واحد كان اسمه إجناسيو أجيندي، رنوا أجراس الكنيسة في مدينة دولوريس، وطلبوا من الناس وقتها ان هم لازم يثوروا ضد الحكم الإسباني. الحركة دي اتعرفت باسم صرخة دولوريس، دي كانت زي الشرارة يعني اللي بدأت حرب الاستقلال. في الأول الحركة دي كانت مكملة كويس، بس ده لحد لما الملك الإسباني قدر إن هو يقبض على إيدالجو وأجندي ويعدمهم، والموضوع ده بدأ إن هو يحبط شوية من الناس اللي كانوا مع الثورة. جه بعد كده واحد اسمه موريلوس سنة 1813 وقال لك أنا عملت دستور جديد للمكسيك، والمكسيك خلاص بقت مستقلة عن إسبانيا، وعمل دستور جديد. بس طبعا يا فرحة ما تمت، اتقبض عليه واتقتل بعديها بسنتين في سنة 1815. الدنيا بعدها بدأت تهدى خالص لحد سنة 1820. قامت في وقتها ثورة ليبرالية في إسبانيا، واضطر الملك إن هو يعمل دستور ليبرالي جديد. ده خلى النخب المحافظة في المكسيك تخاف ان الدستور الجديد ده يأثر على مصالحها. اول لما لقيت الموضوع هيقرب من المصلحة قال لك لا يا باشا احنا كده مع الثورة ويعيش المكسيك وعايزين المكسيك تستقل لو سمحت. وفي سنة 1821 أغوستين دي إتوربيدي ضابط في الجيش الملكي وواحد تاني اسمه فيسنتي جيريرو، الاتنين بيتحدوا في حاجة اسمها خطة إجوالا، واللي كانت بتقترح ان احنا هنعمل نظام ملكي دستوري في المكسيك هيضمن حقوق الكنيسة والكريوجوس والنخب الإسبانية. وطبعا مفيش أي سيرة عن السكان الأفارقة مثلا ولا السكان الأصليين أصحاب الأرض نفسهم. المهم إن بفضل دعم من الجيش والنخبة الموجودة وقتها قدروا إن هم يحققوا استقلال المكسيك في سبتمبر سنة 1821. الخطة دي كانت الأساس للاستقلال، وكانت بتقترح نظام ملكي دستوري مستقل. أغوستين دي إتوربيدي بقى هو الشخصية المركزية والرئيسية في الحكومة الجديدة. في الأول اتعين كحكم للمكسيك بس ما كملش كتير لحد مايو سنة 1822، ومع دعم من الجيش وشوية شعبية قال لك لا هي حلوة كده كفاية قوي عليك يا إسبانيا، ولا ملك ولا دستور، ينسوا الكلام ده، من النهاردة مفيش إسبانيا، وبدأ يحكم باسم أغوستين الأول إمبراطور المكسيك. احتفالاته بتتويج نفسه في الفترة دي كانت كبيرة جدا، وكان بيحاول ان هو يقلد كل احتفالات العائلات الملكية الأوروبية في الفترة دي. بس طبعا الدنيا كانت مليانة مشاكل في عهده من البداية، كان في معارضة شديدة لحكمه خصوصا من الجمهوريين واللي كانوا عايزين نظام حكم ديمقراطي ودستور والشغل ده. المكسيك كانت في وضع اقتصادي صعب بعد سنين من الحرب، وطبعا إيتوربيدي اضطر ان هو يواجه منافسات إقليمية وقلة اعترافات من بره، والموضوع بقى مش نافع. سنة 1823 في ثورة اتعملت تحت اسم خطة كاساماتا، وكان قائدها واحد اسمه أنطونيو لوبيس دي سانتا آنا، ومدعومة من ناس كتير كانوا في الأول في صف إيتوربيدي، بس لما لقوا الدنيا بتخرب قاموا ضده هم كمان. إيتوربيدي في النهاية لما شاف إن الدعم قل قرر إن هو يتنحى في مارس سنة 1823 وبيتنفي يروح إيطاليا. ما تفهمش إيه النفي اللي بيودوا فيه إيطاليا ده. وبكده بتنتهي أول إمبراطورية مكسيكية بعد سنة واحدة بس من بدايتها. بس إيتوربيدي لا يموت.
في سنة 1824 حاول مرة تانية ان هو يرجع للمكسيك، واللي هو نظام انا خبرة يا جماعة في الامبراطوريات، لو عايزين اي حاجة انا تحت امركم. بس لما وصل اتقبض عليه واتقتل بعديها بشوية. في أكتوبر سنة 1824 اتعمل دستور جديد اسمه الدستور الاتحادي للولايات المتحدة المكسيكية، اللي هو كانوا شايفين معظمه أصلا من دستور الولايات المتحدة. الدستور ده حط نظام جمهوري، كانت السلطة متقسمة فيه بين الحكومة الاتحادية و19 ولاية و5 أقاليم وكمان ولاية اتحادية. بعد كده جه واحد اسمه جوادالوبي فيكتوريا، وده بقى أول رئيس للجمهورية الاتحادية الأولى. الراجل ده حاول في الأول إن هو يشتغل على تثبيت استقلال المكسيك، يعمل حكومة بقى مستقرة، يحاول يلعب شوية في الاقتصاد وينشطه، بس الدنيا ما كانتش ماشية كويس. البلد كبيرة وكل حاجة بتحصل في الاقتصاد أو في السياسة هي جديدة، فبدأت تظهر مشاكل في كل المجالات، وطبعا ظهرت صراعات على السلطة وانتفاضات وثورات. بس في الفترة دي ظهر اسمين بشكل واضح. الأول وده كان تبع الليبراليين، كان اسمه فالنتين جوميز فارياس، والتاني اللي كان تبع حزب المحافظين كان اسمه أنطونيو لوبيس دي سانتا أنا اللي لسه قايلين عنه. جوميز اللي اشتغل كنائب للرئيس، وكان في أوقات كان بيبقى هو الرئيس المؤقت، كان عايز يمشي بنظام الاتحادية، بيدافع عن التعليم والعلمانية وتحديث الدولة والشغل ده. بس من الناحية التانية سانتا أنا كان بيمثل مصالح المحافظين، وكان عايز دولة قوية ومركزية. في نص سنة 1835 الحزب المحافظ بيعمل مؤتمر وبيعلن نفسه إن هو بقى عنده صلاحيات دستورية. في 23 أكتوبر نفس السنة 1835 الهيئة التشريعية دي أصدرت الأسس الدستورية، والموضوع ده كان عامل زي المرض اللي انتشر في كل البلاد اللي استقلت عن إسبانيا في الفترة دي. شوية محافظين عايزين الدنيا تمشي بطريقة مركزية ونمشي ورا الكنيسة، وشوية ليبراليين عايزين الدنيا كلها تمشي بنظام بقى الحرية ويكون في حق للحكومة والتعليم، وكلهم كريوجوس ومش هم أصلا أصحاب الأرض. في ديسمبر سنة 1836 ومع تزايد الاضطرابات السياسية والاجتماعية، الكونجرس المكسيكي بيعتمد السبع قوانين، وده كان عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الدستورية. والقوانين دي استبدلت النظام الاتحادي للدستور بتاع سنة 1824 بنظام حكم مركزي، وكانت بتطول فترة الرئاسة وبتزود سلطة الرئيس. البلد اتعاد تنظيمها كأقسام بدل الولايات، واللي كانت أصلا فقدت جزء كبير من استقلالها. الشكل الجديد ده ما كانش محبوب في مناطق كتيرة من المكسيك، وده طبعا كان السبب في ان يحصل ثورات كتيرة. تكساس اللي كانت تحت سيطرة المكسيك استغلت الفرصة دي وأعلنت استقلالها في سنة 1836 رغم محاولات السلطات في الفترة دي انها ترجع تكساس مرة تانية. بس تكساس بتكمل وبتنضم للولايات المتحدة من سنة 1845، وده اللي بيسبب حرب بين المكسيك والولايات المتحدة. وكمان في الفترة دي في مناطق تانية بدأ يحصل فيها ثورات زي حرب الطوائف في يوغاتان والثورة في نيو مكسيكو. السلطات المركزية اللي كانت موجودة في الفترة دي مع شوية عنف وإجراءات عسكرية قدرت إن هي تسيطر على معظم الثورات دي، بس الاقتصاد كان على الحديدة، مفيش استقرار سياسي وطول الوقت في صراعات عسكرية. البلد غرقت في الديون لحد سنة 1838 لما بتحصل لا جيرا دي لوس باستيلس أو حرب الحلويات، أول تدخل فرنسي في المكسيك. الجمهورية المركزية بتخلص سنة 1846 وبتبدأ الجمهورية الاتحادية الثانية. الحرب بين المكسيك والولايات المتحدة طبعا كانت البداية النيلة على دماء الجمهورية الاتحادية الثانية. لما تكساس انضمت للولايات المتحدة بعد ما كانت ولاية مكسيكية، البلدين طبعا دخلوا في صراعات، والنتيجة كانت في الآخر إن المكسيك خانت على عينيها جامد قوي. والقلم ده اتمضى في معاهدة اسمها جوادالوبي هيدالجو سنة 1848. في المعاهدة دي المكسيك مضت إن هي تسيب حوالي نص أراضيها تقريبا. أماكن زي كاليفورنيا، تكساس، أريزونا، نيو مكسيكو، نيفادا، يوتا وأجزاء من ولايات تانية راحت كلها للولايات المتحدة. الخسارة دي قلت المساحة وتحس ان هي خلت عند الحكومة اللي جوه دم، وقال لك بقى نبدأ ان احنا نشوف الدنيا ممكن جوه نعمل فيها ايه. بعد الحرب بدأت المكسيك ان هي تفكر في تحديث نفسها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. في الخمسينات بدأت يحصل شوية تغييرات وظهر ناس زي بينيتو خواريز، واللي لعب دور مهم جدا في تنفيذ الإصلاحات دي. من أهم القوانين اللي أصدرها خواريز قانون اسمه ليردو، وده كان هدفه ان هو يقلل من قوة الكنيسة والجيش بإجبارهم على ان هم يبيعوا كل ممتلكاتهم. والتاني مثلا كان قانون خواريز نفسه، وده بيشيل الحصانة والامتيازات عن الكنيسة والجيش، غير قانون إجليسياس واللي كان بيحدد حقوق الكنيسة في تحصيل الرسوم على الخدمات الدينية. القوانين دي كانت عاملة قلق لأن هي كانت بتأثر مباشرة على المحافظين واللي كانوا بيستفيدوا من قوة الكنيسة والجيش. طبعا المحافظين اعترضوا على القوانين دي، وده اللي عمل حرب اسمها حرب الإصلاح، ودي كانت خناقة داخلية بين الليبراليين اللي كانوا مع الإصلاحات والمحافظين اللي كانوا ضدها.
سنة 1857 صدر دستور جديد للمكسيك، والدستور ده كان يعتبر من أكتر الدساتير ليبرالية في وقته، لأن هو أسس جمهورية تمثيلية وديمقراطية واتحادية. كان في ضمانات لحقوق مدنية وحريات شخصية، وحط الأساس للتطور السياسي اللي هيجي بعد كده في المكسيك. وكمان الدستور ده كان إنجاز كبير بالنسبة لصف الليبراليين، وفي نفس الوقت شيط المحافظين. سنة 1861 بينيتو خواريز بيبقى هو الرئيس الدستوري في فترة الوضع الاقتصادي في المكسيك فيها كان نيلة خالص، وده بسبب الحروب والإصلاحات اللي كانت طبعا بتكلف خزينة الدولة. أول حاجة عملها خواريز إن هو علق سداد الديون الخارجية، والقرار ده هيفتح له فتحة هو مش قدها، لأنه بسبب تعليق الديون نابليون الثالث بيقرر إن هو يغزو المكسيك سنة 1862. القوات المكسيكية بتدخل المكسيك، خدوا لهم حوالي سنة كاملة في احتلال المكسيك. الغزو الفرنسي كان نهاية الجمهورية الاتحادية الثانية، وبدأت فترة جديدة في تاريخ المكسيك مع حكم الإمبراطور ماكسيميليان الأول، واللي كان بدعم من فرنسا. الفترة ما بين 1863 و 1867 كانت مليانة بتدخلات أجنبية من بره البلد وصراعات جوه بين المحافظين والليبراليين. وفي سنة 1863 المحافظين المكسيكيين بقيادة جنرال اسمه ميجيل ميرامون عرضوا العرش على فرناندو ماكسيميليان. الراجل كان في الأول مقلق، بس قال لهم يا جماعة أنا بحب الطبيعة، خلاص ودوني المكسيك أنا موافق، لأنه هو عارف إن فرنسا موجودة فيها. وفعلا سنة 1864 بيعلنوه إمبراطور المكسيك. طبعا القوات الليبرالية اللي موجودة جوه واللي كان قائدها لسه بينيتو خواريز رفضت إن هي تعترف بيه، وبدأت إن هي تكمل في قتالها ضد المحافظين والفرنسيين. خواريز عمل حكومة جديدة في شمال المكسيك، وبدأ نظام حرب عصابات ضد الإمبراطور الجديد. الإمبراطور الجديد زي ما قلت لك جاي بيحب الطبيعة وعاوز بقى يا جماعة عدل وحرية والشغل ده، بس طبعا ما كانش عنده أي دعم شعبي. مقاومة الليبراليين والصراعات الداخلية بين المحافظين نفسهم وبتفرط منه على الآخر سنة 1866. نابليون الثالث قال لك بقول لك إيه، رجع لنا الرجالة بتاعتنا بقى عشان إحنا عندنا مشاكل داخلية هنا والدنيا فيها نار، الرجالة دي مش تنفع تستنى هناك لأن في ناس جوه فرنسا ضد سياسات نابليون الثالث. طبعا كده طبلت فوق ماكسيميليانو لحد لما بيتقبض عليه، وطبقوا عليه القانون بتاع 25 يناير سنة 1862. ماكسيميليانو وجنرالاته اتحكم عليهم بالإعدام، واتنفذ الحكم في 19 يونيو سنة 1867، وده طبعا كان عشان يثبتوا سيادتهم على المكسيك. يعني احنا بنبعت رساله اي حد تاني يحاول ان هو يتدخل في الشؤون الداخليه هيكون مصيره الاعدام زي الارشيدوك بتاعه. قال يعني مش لسه مفرطين في اكتر من نص اراضيهم للولايات المتحده مثلا. المهم ان الحاله الاقتصاديه في البلد كانت ضنك، خزينه البلد كانت فاضيه، والاقتصاد بقى على الله حكايته. عشان يحل المشكله دي بدا ينفذ اجراءات زي ان هو بدا يصادر ممتلكات الكنيسه ويطبع عملات ورق، بس الاجراءات دي كلها طارت في الهوا شاشي، لان طبعا بالنسبه للمحافظين والكنيسه قرر يا باشا زي ما انت عايز واحنا نعمل اللي احنا عايزينه. بس خواريز حقق انجازات تعتبر مهمه. حكومته بدات تكمل في البنى التحتيه زي السكك الحديد والتلغراف، وبدات تدعم شويه في التعليم والثقافه. في البدايه كان بيأكد على سياده القوانين المدنيه ومفيش قوانين دينيه، وده طبعا ساعد في ترسيخ الدوله العلمانيه. بس لان تعاد انتخابه اكتر من مره بدا يحافظ على سيطره قويه على الحكومه، بس سيطرته دي في الاخر جابت له الكلام وتوترات. المعارضين بداوا ان هم يتهموه بالاستبداد وانتهاك المبادئ الديمقراطيه. هو راجل ديكتاتور من الاخر. الفتره دي انتهت لما مات سنه 1872. بعد موته جه واحد اسمه سباستيان ليردو دي تهادا، وده كمل سياسات خواريز. لكن طبعا التوترات فضلت مستمره، الدنيا بتفضل مكلبشه لحد لما بتحصل ثوره في توكستبيك سنه 1876، وجابت واحد اسمه بورفيريو دياس، ومعاه بتبدا فتره تانية جديده في تاريخ المكسيك. الحلقه الجايه هنكمل مع دياس الثوره المكسيكيه، هنتكلم عن المكسيك المعاصره وحرب المخدرات، التغيرات الاجتماعيه والتكنولوجيه اللي حاصله النهارده. لو الحلقه دي عجبتك ما تنسوش لايك وشير الفيديو. رمضان كريم واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.